أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحة توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا لكم كاملين. الميساجات ديالكم اللي كيوصلوني علاش هذا الغياب والو البنات، فقط الخدمة والامتحانات ديال الدراري وبزاف ديال التلاهي. ما بقاش عندي الوقت انني نحط لكم لي فيديوهات. عندي بزاف ديال الفيديوهات صراحه مصورين، ولكن ان شاء الله غنحاول انني نجتهد ونزير راسي ونحطهم لكم ان شاء الله كاملين. هنا راه كانت عندي واحد الكوموند مشكله فيها غريبات، فيها الفقاص، فيها المالح الحلو كلشي، وقلت ان شاء الله غنشاركها معكم اون ديتاي. وما ننساش نشكر الناس اللي انضموا للقناه، شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم والف مرحبا. الدار داركم. فبديت اول حاجه بالفقاص. درت هنايا العجنه الكبيره اللي كتخرج ليا 2 كيلو. درت فيها 8 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، وجوج ديال الفانيات، وكاس ديال المزهر. هذا المزهر اللي كنخدم به ديال ضرب العمري، اولا هذاك الابيض كان احسن لانه خالي من الكحول. جيت هنايا وخديت 2 كيسان ديال الزنجلان، 2 معالق كبار مملوئين ديال النافع، وحده ديال حبه حلاوه، وكذلك 3 ديال الخمارات حمرين. كنخدم الخليط الاول مزيان حتى كتذوب سنيده، سواء بيدك ولا بالعجانه ولا بمونيليكس اللي كاين. المهم اننا نذوبو سنيده صافي، وكنضيفو على الخليط ديال الزرارع والزنجلان، وكنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه حتى كتجمع العجينه. ما كتكونش كتلصق وما كتكونش ثاني قاصحه، يعني مدقسه بالطحين، باش هكا يجي ان شاء الله كله مخرج. وغادي نشوفوا معايا ان شاء الله النتيجه كيفاش كيجي الفقاص. هنا راه كنحاول نخويه من الهواء اولا الفقاعات باش ما يجوش فيه دوك الخويات، بطبيعه الحال كيعتبروا كسور. صافي، وغادي ندي دوك الباكيطات ونجيبهم هكا فوق من الرخامه، وكنوضع مباشره فوق اللاطه. غنوجد واحد الخليط اللي غندير فيه صفار بيضه مع القليل من المزهر، وكذلك النكهه ديال القهوه اولا الكراميل اللي متوفر. المهم شي حاجه اللي غادي تعطيني اللون. كنبانشي مزيان هادوك الباكيطات، ومن بعد غنزوقهم زواق عادي بالفورشيط، وغندخلهم للفران. لحد الان البنات الفران بارد، حتى غندخل اللاطه. عاد غنشعل عليه نشعل الفران على اللاطه من التحت صافي. يعني غيبقى تقريبا واحد ساعه، ساعه و10 دقائق، ساعه و20 دقيقه، على حسب كل اخت والفرن ديالها. سمحوا لي الا كنوضح بزاف، فقط البنات اللي يلا انضموا للقناه وما كيعرفوش الطريقه باش كنخدم الفقاس، يعني كنحاول انني نوضح ليهم وصافي. صافي البنات، من بعد ما غادي دوز تقريبا ساعه و20 دقيقه، المهم كنبدا نشم الريحه ديال الفقاس عاطيه، كنعرفوا راه طاب. كنقلبو من الفوق كنلقاه يعني بدا يشد في راسو. كنطفي، ما كنشعلش عليه الفوق بتاتا. كنخرج اللاطه وغادا نغطيها مزيان باش يرجع لهذاك الصهد، ودوز هذيك 4 سوايع ولا 5 هكاك. صافي ندوز مباشره نبدا نقطع فيه، ما كنخليه لا يبات لا حتى شي حاجه. اللهم لك الحمد، ما كيجي فيه لا كسور لا والو. هنا لا لاحظتوا راه كنخدم بالليل، فكنعتذر بزاف على الاضاءه. دزت هنايا العجنه الثانيه اللي غنديرها ديال ريشبوند. فدرت هنايا 500 غرام ديال المارغرين، يعني نص كيلو ديال المارغرين، ودرت معاها 6 ديال البيضات و3 الكيسان ديال سنيده. هنا راني ناقصه كاس ديال سنيده لان الاخت ما بغاتهاش حلوه، فدرت فقط 3 الكيسان و4 الكيسان ديال الزيت. كنخدم كلشي مزيان في العجانه حتى كنحصل على هاد الكريمه. قبيصه ديال الملح ضروري منها. وغندير هنايا النكهه ديال الحامض. انا ديما كنخدمها بالليمون وكتحمقني بالليمون. للاسف ما كانش عندي هنايا النكهه ديال الليمون، والليل صافي خدمت بالحامض وتا هي جات فنه الصراحه. غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه للخماره درت 2 خمارات لان ديك الساعه غنزرب عليها. اهم حاجه بالنسبه لهاد الغريبات ودوازاتي ما كيبغيوش الطحين بزاف، فكنعطيها قياسها وكنحبس باش هكا ما تجيش يعني معجنه ولا شي حاجه من الداخل ولا ثقيله ولا مدقسه. كتجي زوينه وخفيفه وما كتشرب هذاك المزهر والمربى اللي كنديروا ليها، كتشربو كتجي صراحه فنه من الداخل. هنا العجنه الثانيه فغندير كذلك 4 نص كيلو عفوا ديال المارغرين. بالنسبه للعجينه ديال ريش بوند البنات راه كتخرج 5 كيلو اللي دوزت معاكم دابا. فدرت هنايا 3 الكيسان كذلك ديال السكر سنيده، وغندير 3 الكيسان ونص ديال الزيت،
جوج فانيات، قبيصه ديال الملح ضروري كنصحوا بها الذوق. درت هنا القليل من النكهه ديال الكراميل، ودرت كذلك جوج معالق كبار ديال الجليكوز كيف كتشاهدوا، والنكهه ديال الحامض هنا درت الفاني والحامض والكراميل. غيعطي واحد المذاق خطير. بالنسبه لهاد العجينه راه ديال الصابلي، وغنزيد عليهم 8 ديال البيضات. ديما انا البنات في عجينه الصابلي فكندير ربعه ديال الزبده، 4 الكيسان ديال عفوا 2 كيسان ديال الزيت و2 سنيده و4 ديال البيضات. هذه هي الوصفه المعتمده عندي في الصابلي. اللهم لك الحمد، ما كتحشمنيش وكتخرج كميه كبيره، ما كتقلص ما حتى شي حاجه. انا هنا خدمتها وخليتها في الثلاجه حتى لغد ان شاء الله باش غنفيق ونبدا نخدمها. بالنسبه للريشبوند هذه هي اللي طابت، واللاطه الاخرى باقا كتسنى. والفقاس من بعد ما خرجته من الفران كانوا عندي كيف قلت لكم جوج ديال العجنات. وهنا راه فساليت الفقاس وكل شيء بالليل. دزت خدمت كاطو كلاصي لوليداتي، كان عندي جوج كاطوات، واحد الفهد وواحد الشهد، لان كانت عندهم في الصباح حفله في المدرسه، ففقت الصباح ديكوريتها ودزت كنخدم في الصابلي. هذا هو الشكل اللي غادا ندير ديال السبوله. كيحمقني البنات هذا الشكل لان المذاق ديالو كيجي خطير. دزت هنا كذلك كنحمر في الكنافه. هنا راه دايره جوج مقلات لانها كتشد الوقت بزاف، ما كندير معها لا زبده لا والو. راسها كنقطعها رقيق وكنوضعها فوق البوطه، كنبقى نحرك كيف كتشاهدوا. فيما كيبان ليا شي كتله ديال العجين فكنبقى نفرتت فيها بيدي باش ما تجيش ملبه في العضه، وكتجي كلها صراحه رقيقه وزوينه. صافي كنحمر حتى كتاخذ واحد اللوين وكندوز نحيدها. اهم حاجه اننا نحمرو بشويه بشويه. هنا راه في الصباح بطبيعه الحال دزت كنقطع في الفقاس. ها نتوما كتشوفوا اللهم لك الحمد والشكر، ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. ولا لاحظتوا راه عندي 5 ديال الباكيطات، يعني راه عندي هنايا 4 كيلو ديال الفقاس. غير تبعوا المراحل البنات، راه ان شاء الله ما يحشمكمش وما كيخرج لا كسور لا حتى شي حاجه. صافي غندوز نخليه على جنب من بعد ما غنكمل الكميه كامله في التقطاع. وغندوز باش نخدم العجنه الثالثه. فدرت هنايا كيف كتشاهدوا 4 ديال الزبده، غندير 2 كيسان ديال السكر سنيده، وغندير 2 كيسان ديال الزيت، وغندير 3 صفار البيضات. هذه غريبه البنات ديال الكاوكاو ايفيلي، كتجي صراحه خطيره وكتحمقني. بالنسبه للابيض ما كنلوحوش، كنحتفظ به هو فاش كنفندو غريب. غندير هنايا الفرماج، 3 ديال الفرماجات كتجي بنينه الصراحه بالفرماج. ودرت النكهه ديال الحامض وشويه ديال الملحه، وغندير كذلك 2 فانيات. صافي وغنخدمها مزيان مزيان. درت هنايا واحد المعلقه ديال البودره ديال الكريم باتيسير، ودرت هنا خماره. صافي والحامض. هي كتبغي الصراحه هاد الغريبه كتبغي النكهه ديال الحامض بزاف باش حتى اللون ديالها كيجي صفر، كيجي صراحه خطير. صافي هنا من بعد ما دلكتها مزيان كتكون خفيفه البنات في اليد. غنزيد هنايا لي فخوي كونفي بالالوان، وغنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. واهم حاجه انها حتى هي ما كتبغيش الطحين نهائيا، يعني كتحسي بها بحال شويه كتلصق. يعني باقا هذيك الزبده ما شدتش يعني الطحين كامل، ولكن فراني عليها لانها غير شويه وغادي تبان لك بدات كتنشف. خلاص هي كتبغي تدخل شويه كيف قلت لكم بحال معجنه شويه الفران باش كتشقق من الجناب غير راسها وكتعطي منظر خطير. لان حتى هذوك اللي فخوي ولا تقدروا تزيدوا معاه حتى الفيرميسيل شوكولا فيرميسيل في النوار. منين كتشقق كتعطي واحد المنظر زوين من الداخل. صافي هنا غندوز باش نبدا نكور فيها تقريبا 18 غرام 16 غرام حتى ل 20 غرام. ما تفوتوهاش فيها لانها مازال كتشتت وكيضاعف الحجم ديالها في الفران. هنا صافي غندير هذوك الكويرات كنفندهم في هذيك بيض البيض، وغنلبسهم مزيان بالكاوكاو ايفيلي. بالنسبه لهاد الغريبه راه كدوز ب90 درهم البنات، وكنوضع مباشره في اللاطه
دوازاتي كله خاص الفران يكون شائل، والعافيه مهيله كطيب على خاطرها من التحت. واللي بغات دهبها من الفوق مرحبا. انا شخصيا ما كنشعلش عليها من الفوق. الفران كبير والحراره كدور فيه كامل، دونك راه كتشهب ليا من الفوق، ما كاينلاش نخسر لها وجهها. صافي هنايا خديت كذلك ربعه ديال المارغرين، وزدت على 2 كيسان ديال اللوز اللي محمر ومطحون بالقشره ديالو، 2 ديال الفانيات، 2 ديال فلون كراميل، ودرت كاس فقط ديال سنيده وكاس ديال الزيت وبيضه وحده فقط لا غير. عقلوا معايا البنات، ربعه ديال الزبده، 2 كيسان ديال اللوز محمر ومطحون بالقشره ديالو، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، بيضه وحده، 2 فلون كراميل، وجوج فانيات، وقبيصه ديال الملح، تكون شويه زايده الملح في هذه الغريبه. هذه هي غريبه ديال الكنافه بطريقتي انا. جربتها بهذه الوصفه وجات خطيره البنات. كل مره كنزيد حاجه، كنقص حاجه، كنزيد فرماج، كل مره شنو كنزيد، ولكن بهاد الطريقه جات فن. صافي هنايا راه طابت، ما كنفوتوش فيها 12 غرام لانها مازال كتلبس ويعني وكتذوب في الحجم ديالها. حقه والخميره خماره وحده ما تفوتوهاش. صافي هنايا راه غريبه ديال الكاوكاو ايفي اللي طابت. شوفوا كيفاش كتجي البنات، كتجي مرمله وزوينه من الداخل. جربوها ما تندموش عليها، خدموها حتى للكليان. صافي هنا راه كنخليها غير كتبرد وكنجمع كلشي في البواطات، حتى كنبغي نبدا نعبر للناس عاد كنجبد وكنعبر. هنا دزت لاخر حاجه، كنظن اخر حاجه اللي هي الملح. فدرت هنا ربعه ديال المارغرين، درت هنا نص كاس ديال الزيت العود، وكملت الكاس بزيت المائده، زيت عاديه. درت هنا واحد 2 بيضات، خماره، دانون مسوس. بنات راه عرفتي امتى صوبت هاد الكوموند؟ راه شحال هذا راه كنشوف كنقول وكنقول لكم. واحد المعلقه كبيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال البزار، 2 معالق بحال هكاك ديال الصوص حاره اولا ديال الهريسه، موطاط كذلك واحد المعلقه كبيره تكون مملوءه مزيان مزيان. وصافي غنخدم هادشي كامل مزيان. قبل غنزيد عليه العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، كنديرها كومباز كتجي خطيره البنات. ومن بعد ندير الاضافات اللي بغيتها، غنزيد عليهم كذلك 3 ديال الفرماجات. كنخلط كلشي مزيان وغنبدا نضيف الطحين، نعطيها الطحين لان من بعد غنضيفوا مواد اخرين وغادا تجرى العجينه، وغنبداو نزيدوا عاوتاني الطحين. المهم غير شوفوا معايا راني كنضيف الطحين. صراحه هاد المملحات بهاد الوصفه اللي عطيتكم وحق الله البنات الا اللي داهم، يا اما تسولني على الوصفه يا اما تعاود كومونديهم. الصراحه الوصفه ديالهم خطيره وكيجيو مقرمشين ولداد، ما تسخاوش بيهم. صافي هنا كيف كتشاهدوا راه من بعد ما غنجمع العجينه ديالي مزيان، غنوضعها كذلك فوق سطح الهامل، وغنقسمها 4 ديال الكويرات. كل كره وشنو غندير ليها، تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتوا. انا ما غنحركش المراحل حتى نقطع العجينه، وهانتوما معايا كتشوفوا كل حاجه. سمحوا لي الا كنزرب، ما بغيتش صراحه ندير فيديو طويل، وما بغيتش نقسم الفيديو على كل الملح بوحدو والحلوب بوحدو. بما انه كان روتين واحد ونضر داكشي عليه، قلت ما فيها باس شويه الطاقه الايجابيه نشاركها معكم. صافي هنا الاولى درت فيها الزعتر وزدت ليها الطحين لانها سبحان الله كتجرى. زدت ليها الطحين وغنديرها في السلوفان ونحطها على جنب. الكره الثانيه غنزيد ليها الحار فقط لان حنا ديجا مبنينها. صافي وحتى هي الطحين والسلوفان ضروري باش ما تقصحش لكم العجينه وتنشف. والكره الثالثه غنزيد ليها العطريه ديال الشاورما ديال الدجاج، وشويه الحار. صافي وحتى هي كذلك كنجمعها. انا صراحه ما كيعجبنيش نخدم بكنور، فكنفضل هاد العطريات والتخليطات وما نديرش كنور. صافي البنات كنجمعها كذلك السلوفان. والكره الاخيره فانا غنزيد ليها العطريه ديال البريوات ديال 2 دراهم، كتجي خطيره بهاد العطريه. كنت خديتها من عند خويا فاروق من درب سلطان من الجميعه.
عطريه عنده فن الصراحه، والتخليطات ديالو فنين. صافي هنايا غنجمعها حتى هي وغندوز باش نبدا نخدم فيهم بكل سهوله. هنا راه شديت بهم من الليل، راكم عارفين شويه كيشدوا اليد. صافي هنا راه كنشد العجين وكنطلقها، ما كنسرح لها يعني ما كنرش لها لا طحين لا والو، نيشان كنبدا نخدم. غير كنحاول انني نقادها باش ملي نطلق بالمدلك كيجي داك المستطيل يعني كله مقاد. صافي غنجيب واحد البابي كويسون وغنهز ديك العجينه ونحطها فيه باش نخدم فيه نيشان. صافي دابا غنبقى نطلق بكل اريحيه، يعني كنورك على المدلك حتى كتبان سطح العمل. العجينه كتكون رقيقه ما امكن، قد ما كانت العجينه رقيقه ديال المملحات قد ما كيجيو صراحه فنين وبنين. وديما من الوسط للجوانب كنخرجوا العجينه من الوسط للجناب. غنستمر من بعد ما غنطلقها كامله مزيانه. صافي غنحطها نحط هذيك الورقه ديال البابي كويسون فوق اللاطه. دابا راني كنقطع وهي راه فوق اللاطه باش هكا شي حاجه ما ديفورما. صافي وغنبدا نقطع باللي بغيتو بهذا بالجراره، بقطعه ديال البيتزا، كل وحده الصراحه وباش غادي نقطعها انا. صافي غندخل هادو الفران ومنين غيخرجوا وهما باقيين سخان غنحك عليهم الفرماج حمر. صافي بالنسبه لهاد الكره الثانيه فدرت هنايا واحد البيضه كامله، زدت عليها شويه ديال صوص صوجا وغندهن مزيان العجينه وغنرشها بالبافون او بذور الخشخاش وحتى هي غنقطعها. المهم الاشكال نتوما حرين البنات، حتى انا صراحه ما كتكونش عندي شي حاجه في دماغي الا الكليانه لا شرطات عليا بغيت هذا الشكل وهذا الشكل راه كنلتزم به. سينو بغات المالح مخلط فكندير ليه اللي سلكني في هذاك الليل كنديرو. هنا راه غنديرو مربعات، وهنايا راه درت هادو مثلثات، درت معاهم حتى هنايا بزاف هذوك الزرارع مخلطين البنات، الزنجلان بياض، الكينوا، بزاف ديال الحوايج كيكونوا مخلطين. هنا راه طابت اللاطه الاولى خرجتها وغنحك عليها الفرماج ونردها الفران. صافي حتى غنكمل المالح، بقاو يمكن واحد الشكل الاخير ديال اللوزه حتى الاخر ونوريه لكم. هنا ريشبوند من بعد ما كملتها كامله. الكوك هو هذا الكوك البنات يكون نوعيه جيده. بالنسبه لهذا راه خديته ب55 درهم للكيلو. ولكن صراحه الريحه ديالو ما يمكنش، يعني كوك ديال بصح. صافي هنايا راه خديت المزهر مع المربى ولا الكوفيتير ديال المشماش. راكم عارفين الطريقه، راه خدمتها معكم شحال من مره ديال ريش بوند. وكنفند مزيان في الكوك وكنحط في السطل حتى الصباح وغنعبر للسيده. بالنسبه ديال الكنافه نفس الشيء، هنا خديت العسل ديال الدار بالزهر سخنته حتى ولا يعني جاري. كنوضع هذيك الغريبه ومباشره كنهزها باش ما تهزش ليا العسل بزاف وبالتالي تجي حلوه. كنلوحها في هذيك الكنافه وكنلبسها مزيان. شوفوا الشكل عن قرب كيفاش كيجي. كندير لها كويغطات. بالنسبه لهذا الشكل كيف قلت لكم راه كيدوز ب90 حتى ل100 درهم، ولو انني خادمه باللوز كنخرجوا ب90 درهم. صافي وكنديروا في كويغطات وكنحطوا على جنب. دابا هنا راه الفجر كيأذن. صافي غنحبس وغنمشي نعس حتى الصباح ان شاء الله وغنفيني الشكل اللي بقى ليا ديال الصابلي. هنا راه خديت الكاوكاو حمر حمرته في الفران العافيه مهيله، ومن بعد غير هشيته واحد شويه. الا لاحظتوا راه باقي صين. هاد الصابلي هذا كيفكرني في الحلوى ديال زمان البنات اللي كانوا كيديروا الوالدين وجداواتنا وداكشي. غير الكاوكاو والشكلاط في كويغطاس كانت كتحمق، راه نفس الريحه ونفس المذاق راه ما يمكنش. انا والله الا ولا هو المفضل عندي. بالنسبه لهاد الشكل راه كيدوز ب90 80 درهم، نتوما وجهكم. صافي راه كنغطسو وخليته خاسر الا لاحظتوا، يعني ماشي الشكلاط غالب، بالعكس الكاوكاو هو اللي غالب باش يجي بنين ويهز ما امكن الكاوكاو. انا راه دايره جوج ديال الفرشيطات باش كنهز. ومنين كنحطها قبل ما يكرم الشكلاط راني كندير فيهم واحد الوريقه ديال ورق الذهب كتعطي لمسه زوينه حتى هي انيقه. صافي حتى كنكمل من بعد ما كينشف كنبدا نهز فيه هكا من ورق الطهي. وكيكون فيني بطبيعه الحال من الجناب، لانني الحبه اللي كنحطها راني كنسخرها البنات باش تمسح من الجناب والتفينه ويجي هذا هو الشكل ديالو كيجي صراحه فن.
صافي من بعد ما كملت غندوز باش نعبر للسيده حتى هي العبار ديالها. فكنظن كلشي قلت لكم الثمن ديالو باش كيخرج الفقاس. واعر راني كنحمر وكنحط حدايا ملي كنكون كنحمر فيها البنات. ما كنديروش ديك الساعه في السطل ولا في البواطه اللي غنعطي للسيده، يعني صافي حتى كنكمل الكميه باش ما يرجعش ليا داك الصاد ويدبل. هذه هي العجينه ديال اللوز، وهادو هما المملحات. داك الشكل ديال اللوزه هو اللي ما صورتش لكم، هذا درتو بالطابع. وكندهن كذلك ببيض البيض والصوجا، وكندير هذيك نص لوزه. هنا راه درت غير نص لوزه. بالنسبه للمالح حاليا 120 درهم البنات باش كيخرج، لانه صراحه غالي. وهاد العجينه اللي درت معكم ديال الرابعه راه كتخرج غير كيلو و250 غرام نيشان.